السلام عليكم، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين. وصفة جديدة من وصفات شيف خلود معاكم. النهاردة هنعمل أسهل باني كيك هتاكلوه في حياتكم، أحلى باني كيك هتاكلوه في حياتكم من إيد الشيف خلود الهندي، وتجربوه على طريقتي وعلى ضمانتي. معانا كده كوباية من الدقيق، ومعانا معلقتين من الزيت، ومعانا معلقتين من السكر، ومعانا بيضة، ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر، وباكو من الفانيليا زي ما احنا شايفين كده، ومضرب. اول حاجة هنعملها مع بعض، هنشوف هنعمل ايه مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا. معانا البيضة هحط عليها الفانيليا والسكر والزيت، وكمان الزيت. هقلب المكونات دي بالمضرب مع بعض كده، همزجهم مع بعض كويس جدا جدا. معانا كده المضرب، هضربها كويس جدا. خلي كل المكونات دي كده تتمزج مع بعضيها. جهزت البيض بتاعنا والخليط بتاعنا، هحط كده البيكنج باودر على الدقيق، وهجيب معلقه كده واقلبهم كده مع بعض كويس جدا اهو. هقلبهم كده، خليهم يتمازجوا كده مع بعض بطريقه كويسه جدا. هنزل كده بالخليط بتاعي واقلب كده المكونات دي مع بعض كويس. لو احتجت ربع كوبايه من اللبن ممكن نحطها، لو ما احتجتش عادي، ولو ما فيش لبن ممكن تحطوا ربع كوبايه ميه، وتقلبوا المكونات دي كويس جدا مع بعضيها بالراحه كده باستمرار. همزجها وخلي جنبي ربع كوبايه من اللبن او الميه زي ما احنا شايفين كده. القوام المطلوب اهو. احتجت كده بس نص كوبايه من الميه. هروح بقى على طاسه على النار، هنشوف هنكمل نعمل ايه مع بعض. في طاسة على النار كده حطيت كده زيت خفيف او زبدة. هجيب بقى الخليط بتاعنا وهعمل كده الخليط، هنشوف زي كده ما هنشوف مع بعض. طبعا البان كيك بيكون قوامه خفيف. انا هجيب كبشة كده او مغرفة بتاعت الشوربة، تمام. هحط فيها كده المقدار بس نص الكبشة كده، مش هملاها قوي. وزي ما احنا شايفين كده هعملها شبه عجينة القطايف زي ما احنا شايفين كده. انا كده حطيت البان كيك بتاعنا. اول ما ياخد وش هنقلبه كده بالراحه ونوطي عليه خالص، خليه يستوي على نار هاديه عشان مش يتحرق معانا. زي ما احنا شايفين كده البان كيك بتاعنا. دلوقتي بقى هنبتدي بقى نزينه زي ما احنا عايزينه بنحب. دلوقتي هنحط كده العسل بتاعنا اهو، حاجه كده تحفه جدا. زينا كده بالعسل، حاجه كده جميله جدا جدا. زينا واحد بالعسل، وده هحط عليه شوكولاته زي ما احنا شايفين كده، وهعمله على بعضه كده طبقات. والى هنا قد انتهت وصفتنا اليوم، والى اللقاء مع وصفة جديدة ان شاء الله. انتظروني وانتظري مني كل جديد في وصفاتي ان شاء الله تنول اعجابكم وتجربوها وتعملوها كده من ايديكم لاطفالكم. حاجة كده تحفة تحفة تحفة، يعني حاجة كده جميلة جدا واقتصادية. شايفين جميلة جدا ازاي؟